ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعرفكم عيوب ومميزات كل طرق ازاله الشعر. عن اي بنت مننا بيبقى عندنا شعر ان كان خفيف او تقيل في الجسم، وبتبقى مشكلتنا ازاي نشيله، بالذات لو احنا في مدرسه او متجوزين او حتى بنروح الكليه، فنبقى عايزين الطريقه المثاليه لكل حد فينا اللي هتنفعنا كلنا باختلاف سننا واعمارنا. هديكم النهارده تقريبا ملخص عن كل الطرق وكمان عيوبهم ومميزاتهم. الطريقه معانا وهي الكريمات بتاعت ازاله الشعر، زي كريم فيت مثلا. الكريم ده لو نبتدي الاول بمميزاته، الكريم ده بيعمل ايه؟ الكريم ده مجرد حاجه بنحطها، كريم عادي بحطه، بستنى دقيقه دقيقتين وبقوم شايلاه كده زي سكينه، هي بتبقى معايا زي سكينه كده بيتشال بيها، او اداه كده بشيل بيها الكريم، والكريم بياخد منها الشعر. مميزاتها رخيصه، سهله جدا، متاخدش وقت خالص، ما بتعملش ألم نهائي نهائي نهائي. ولكن خدوا بقى عيوب من هنا لبكره. اول حاجه التهابات مع اي نوع جسم هتلاقيه، هي تعمل التهابات بطريقه صعبه جدا. بوب تحت الجلد بقى وشعر تحت الجلد، لان احنا طبعا مش بنعمله سكرابات، مفيش حاجه بتشيل الجلد الميت مثلا زي السويد، فطبعا كميه حبوب وشعر تحت الجلد مش هنعدوها. طبعا الكريمات دي بتبقى فيها مواد كيميائيه عشان تطلع الشعر من جذور. تخيلوا بقى كميه المواد الكيميائيه دي على الجسم بالتأثير البعيد. احنا مش ضامنين الكريمات دي خالص، ومش ضامنين المكونات اللي فيها، حتى لو مصرحة من وزارة الصحة، فعلى الاستخدام البعيد او على المدى البعيد لا قدر الله بتعمل حاجات مش لطيفة خالص. حساسيتها في الجلد صعبة جدا، لازم نستخدمها في جلد يبقى تقيل، يعني يبقى سميك شوية، زي جلد الايد، زي جلد الرجل. لكن مثلا منطقة زي الاندر ارم، منطقة زي البيكيني اريا، مش هنقدر نعمل فيها الكريم ده، لان هي الالتهابات، والالتهابات هتحمر، والاحمرار هيجيب سمار. فاحنا طبعا بندفعه فلوس قد كده في المراكز عشان نعمل تقشير ونفتح المنطقه بتاعت مثلا البكيني. تخيلوا بقى ان احنا بعد ما ندفع الفلوس دي كلها نيجي نستخدم كريم يقوم مسود لنا المنطقه دي تاني. فانا بالنسبه لي كريم فيت او الكريمات دي عامه مش مستحبه ومش بفضلها، وعلى المدى البعيد ممكن تاذينا. تاني بقى وسيله من وسائل ازاله الشعر وهي الشفرة كانت محببة على قلبي مثلا لمدة من مثلا من اولى اعدادي للتانية ثانوي، كنتش بستخدم غير الشفرة. ليه بقى كنتش بستخدم غير الشفرة سهلة، طريقتها سهلة، بنحط اي شاور جل على جسمنا او اي بلسم ونخليه يرلجي وبنشيله، الموضوع خلص. الجسم كله حرفيا ممكن ياخد مننا ماكسيمم نص ساعة. سهلة كده ومنجزة، ممكن نحطها في الشنطة في المواقف السريعة، تنجز جدا لان هي ما بتاخدش وقت. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بحلق العانة، نطف الابط وحلق العانة. فاحنا بالنسبة لنا هي ليها مميزات وعيوب. فانا دي مميزاتها سريعة سهلة على الصغيرين والكبار، من اصغر سن لاكبر سن. فهي هايله كمان مع الليزر. انا طبعا انتوا عارفين الناس اللي بيعملوا ليزر ما ينفعش يعيش قبل الجلسه بالسويت او الشمع، في الحل الوحيد ليهم هيبقى الشفره، ولا حتى كريمات الازاله تنفع. فهي الشفره ممتازه معاهم، ولكن زي ما نقوله كده الحلو ما بيكملش. هي حاجه سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص في ان احنا نشيل بيها الشعر، ولكن ليها عيوب زي ما اي حاجه ليها عيوب. طب ايه يا مريم عيوبها ان الشعر بيطلع سميك. هل الشعر بيطلع سميك يبقى هي اللي بتطلع الشعر سميك؟ لا يا جماعه. بصوا، هي الفكره في ايه؟ هي الفكره ان الشعرايه اهي، شايفين صبعي من فوق رفيع ومن تحت تخين. احنا قطعنا الحته دي، اللي هيتبقى الحته التخينه. فالحته التخينه اللي هي اصلا تحت الجلد، لان انا مش زي الشمع مثلا شعرايه من فوق لتحت هشيلها كلها، لا، ده انا هقطع الشعرايه من هنا. نفس الفكره في الشفره او براون، اللي هي براون الحلاقه، فهتقطع لي الشعرايه كده. هاجي بقى انا هشيل نص الشعره ده. طب اللي تحت زي ما هو، هاجي بقى الشعر هيطلع اول الحته التخينه بتاعتي. فالحته دي تخينه، طبعا تخينه عند الناس كلها، مش عندي انا بس، مش عندك انتي بس، هي تخينه عند الناس كلها، لان الشعره من فوق بتبقى رفيعه ومن تحت سميكه. فانا طبعا قطعت فهتطلع سميكه. فدي عيب الشفر بالنسبه لي، ان الشعر هيطلع بسرعه لان هو ما اتشالش من الجدر، هو اتقطع، ففي حته اصلا لسه موجوده فهيطلع بسرعه جدا. يعني في خلال 4 ايام هتلاقي الشعر طالع، وكمان هيطلع سميك. برضو عيوب الشفره عشان الشعر بيطلع بسرعه وبيطلع سميك شويه، فهو بيطلع خشن شويتين 3.
موضوع الخشونة دي ممكن انا كبنوتة، انت كبنوتة ممكن نستحمله، ممكن نعدي. لكن مثلا بنوتة متجوزة الاحتكاك ده هيبقى صعب قوي. يعني تخيلي تبقى ماشيه جنب جوزك وبتحتكي بيه وانتي اخشن منه، الموضوع هيبقى صعب التخيل حتى. فهي زي ما ليها مميزات ليها عيوب، وعيوب برضو بالنسبه لي انا ممكن نتجاوزها. ممكن مثلا لو احنا نقدر ان احنا نعمله شيفنج كل 4 ايام الموضوع خلصان. لو احنا نقدر بقى ان احنا ننعم الجلد ونعمله تقشير دايما عشان ما يبقاش خشن قوي الشعر كده، نقدر نتجاوزه. ولكن انا شايفه ان هي طاقه كبيره جدا ان انا اقعد كل 4 ايام اعمل ازاله شعر، حتى لو المده قصيره، بس كل 4 ايام انتوا فاهمين الرقم، رقم قليل قوي، انا مش هلحق ارتاح حتى. طبعا زي ما قلت لكم كل طريقه ليها مميزاتها وليها عيوبها. تالت طريقة دي هي من الطرق اللي مش قادرة اقول عليها عيوب قوي او مش قادرة اقول عليها مميزات قوي، لان هي زي ما ليها عيوب ليها مميزات وليها عيوب جامدة برضو. بص بقى، السويت اللي انا هتهاجم عليه دلوقتي، ولكن احنا هنقول هيرضي ضميرنا. السويت ليه مميزات ياما جدا ولكن ليه عيوب ياما قوي برضو. ايه مميزات السويت؟ السويت من الحاجات اللي بتخلي الشعر يتشال من الجدر. احنا عايزين الشعر يتشال من الجدر، فلما هيطلع مش هيطلع سميك مثلا زي الشفر. ده رقم 1. رقم 2 هو برضو من المميزات بتاعته ان هو مفيهوش حاجة كيميكالز مثلا زي الكريمات فهتعمل لي التهاب في الجلد او سواد كده. السويت مش هيعمل لي الكلام ده. السويت هيخلي الشعر يطلع من 20 ل25 يوم، فانت هتقعدي بتاع 3 اسابيع في راحة ما بتعمليش سويت خالص، وشعرك لسه بيبتدي يطلع بعد 3 اسابيع او 20 يوم. فدي ميزة هايلة قوي. السويت رخيص جدا 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 جدا، يعني بمقارنة بالشفرات. احنا مثلا قلنا الشفرات من عيوبها ان هي غالية. الشفرات مثلا لو قلنا شفرة فينوس، الشفرة الواحدة ومعاها 2 ستوك عاملين 150 200 جنيه، فغالية. لكن السويت مهما يتمعظم مهما يبقى غالي 20 جنيه، ده كده احنا جايبين احسن نوع فيك يا سويت. يعني مميزاته من نظري كويسة حلوة قوي وجميلة جدا، ولكن بقى عيوبه بقى اكتبي يا ست الكل قلمك وورقتك وتعالي اكتبي. اول حاجة مفيش بني ادم هيعرف يعمل سويت لنفسه، او لو فيه لازم يبقى متمكن قوي، متمكن جدا، لان الفرد والشد بتاع السويت ده رخم قوي وتلزيقه صعب ولو حطيتي معرفتيش تشيلي انت روحتي في داهية. ده رقم 1. رقم 2 مؤلم جدا، لان انتي بتعيدي كذا مرة عشان تشيلي الشعر كله، لان طبعا ده مش آلة، ده وسيلة. رقم 3 ممكن من كتر الشد والحط والشيل نعمل زرق في الجسم، كأننا مسكنا حد ضربناه ضربتين كده جسمه زرق. فهو مؤلم، ما ينفعش نعمله لوحده، ممكن يسبب زرق. في المناطق اللي شبه البيكيني والاندر ارم ممكن نستخدم معاه مسكن. لو احنا مثلا عايزين خلاص هي دي الوسيله اللي احنا شايفينها هي دي مفيش غيرها، ممكن نستخدم مسكن زي بريدوكاين. المسكن ده هايل، في منه تقريبا رش وفي منه كريم بيتحط على المنطقه دي نص ساعه، وبنبتدي ان احنا يعني زي نشطفها شطفه خفيفه خالص ونبتدي ان احنا نشتغل. فده الحل الامثل، ان احنا نحاول ان احنا نقلل شويه من الوجع بتاعه، ولكن هيبقى ستيل فيه وجع. ما تقوليش مريم قالت مش هيبقى فيه وجع، هو مجرد كريم موضعي مخدر للمناطق دي عشان بس نقلل شويه من الوجع بس. لكن ان افكر ان الوجع هيروح 100% لا، ده استحاله، وده انا ما اقدرش اوعدك بيه، ومفيش حد خالص هيقدر يوعدك بيه. بس ممكن الناس تشوف مميزات السويت الكبيره جدا او الخطيره قوي دي احنا ممكن نستحمل عشانها الوجع. فانا اقولك انا ممكن استحمل الوجع عشان مميزاته الكتير. انا كمريم مش بشوف ان الشمع والسويت واحد، انا بشوف ان الشمع ده حاجه انجاز، حاجه انا بحبها، وانا دي الوسيله اللي انا شخصيا بستخدمها. الشمع هو عباره عن جهاز او آلة او حتى علبة بنحط فيها الشمع، وهو بتتفرد وبتتشال مرة واحدة، مش زي السويت بتتشال وتفضل موجودة، لا هي بتتشال مرة واحدة بمنديل او في اللي هو الحلة ده بيتشال على بعضه كده. سهل جدا، اسهل من السويت 100 مرة. ده طبعا احنا بنتكلمه في مميزاته.
بيشيل الشعر كله، بيقعد فترة كبيرة طبعا ما بيطلعش. من مميزاته ان العلبة نفسها بتاعت الشمع مش غالية، العلبة ممكن تبقى ب20-25 جنيه. القلم بتاعه اقل كتير جدا من السويت، ولكن بيقعد نفس المدة بتاعت السويت 20 يوم 3 اسابيع عما الشعر يعني يطلع يرجع تاني. فانا شايفه ان هو بيديني نفس مميزات السويت بالظبط، يمكن احسن كمان، لان طبعا القلم بيبقى اخف، لان هو احنا مش بنحطه ونشيل، ده هي من مره واحده من الشمع بيشيل على طول. عيوب بقى الشمع، بصوا الشمع كعلبه، لو احنا نجيب العلبه الكامله اللي هي عامله شبه الحله، العلبه دي الاصليه بتاعتها غاليه قوي، عامله 450 جنيه. انا بالنسبه لي غاليه، وبالنسبه للبنانيت الصغننين غاليه، ممكن للمتزوجات يبقى بالنسبه لهم مش غاليه. فانا بديكوا الموضوع ككل وانتوا تشوفوا الانسب ليكم. فانا بالنسبه لي انا شايفاه ان هو غالي. نيجي ان هو مش بيبقى العلبه بس، ده بيبقى محتاج شمع. طب الشمع بكام يا مريم؟ الشمع من 20-25 جنيه 30، مش غالي. لو جبنا واحده كل شهرين مش غالي، كل شهر يعني حسب كسر شعر في الجسم. ايه تاني؟ المناديل، فهو بيحتاج برضو مناديل ب30-40 جنيه. فاحنا ممكن نشوف التوتال، نقول مثلا انا هجيب جهاز مره واحده ان شاء الله مش هيبوظ ولا يجرى حاجه ب400 جنيه، وهجيب كل شهر شمع ومناديل ب60 جنيه. لو جينا نقارن في السعر بين 60 جنيه وبين مثلا الشفرات اللي ب150 جنيه، هنلاقي ال60 جنيه احسن بمميزات الشمع. لو جينا نقارن مثلا مميزاته بمميزات السويت، هنلاقي الشمع نفس مميزات السويت ويمكن احسن، ومريح، حاجة مريحة. الوجع بتاعه مش قاسي زي السويت خالص، مش بيحتاج مسكن في اي منطقة. ولكن بقى من عيوبه برضو ان هو مش بيستخدم في البيكيني اريا نهائي. حطوا اكس كده، ده ما بيستخدمش في البيكيني اريا وما بيستخدمش على الوش. ليه يا مريوم؟ عشان من عيوبه ان هو ممكن يحرق. ليه؟ لان ده حاجة بتتحط في كهرباء بتسخن، مش زي السويت انا بسخنها بطريقه معينه عشان تفك وبستخدمها، مهما بردت بعرف استخدمها. لا، ده حاجه لازم تفضل سخنه. فمنطقه زي منطقه البيكيني اريا، لا لازم الحاجه نبقى واخدين بالنا قوي منها، لان حاجه سخنه في منطقه زي دي هتحرقنا، وحرق مش سهل، حرق صعب قوي، ممكن نقعد فتره كبيره نعالج فيه. بالنسبه للبيكيني دي حاجه مرفوضه، وحاجه اللي انا ولو انت هنفكروا فيها. الوش مفهوش معلش بسرعه كده، فالحرق في الوش بيعلم. يعني الحرق في الوش بيعلم، يعني انا هفضل طول حياتي بحط ميك اب وانا نازله عشان اداري حرق الشمع. فالشمع بالنسبه لي حاجه مرفوضه للوش وللبيكيني. فده طبعا من العيوب، ولكن انا شايفه ان مميزاته كتيره جدا. اقدر استخدم اي وسيله تانية للبيكيني، ولكن ما اقدرش استخدم الشمع خالص. فكده تبقى مميزاته وعيوبه معاكم. تعالوا بقى نتكلموا عن اخر طريقه، وانا كده كده قلت لكم الطريقه المفضله بالنسبه لي الشمع، ولكن برضو انا بالنسبه لي لو في امكاني ان انا اعمل حاجه تانية غير الشمع هتبقى الطريقه الجايه. الطريقه الجايه بقى هي ايه؟ هي الليزر ده انا بالنسبه لي المنقذ، واللي هينقذ واللي هيفضل منقذ طول العمر. الشمع ده هو عباره عن الجهاز ده بيبقى فيه زي بلاصات او نبضات، بنعمل منه جلسات. مثلا سي مثلا منطقة الاندر ارم هنعمل مثلا من 8-10 جلسات. حلو، الموضوع لطيف. ايه بقى مميزاته؟ مميزاته ان الشعر ما بيطلعش بنسبة 95%. يعني ايه؟ هيطلع ولكن هيقع. يعني ايه برضو؟ يعني الشعر مش هيبقى بنفس الكثافة. يعني ايه؟ يعني احنا هنقعدوا حياتنا كده بعد ما نعمله 10 جلسات كل سنة نعمل جلسة كده ريتاتش بس، ونفضل طول الوقت ما بيطلع لناش شعر، ما بنتوجعش زي السويد، ما بيطلعش شعر بسرعة زي الشفرة. الليزر ده اكتر حاجة حلوة ممكن هم اخترعوها. مثلا هو في نسبة ألم ونسبة حرق بسيطة خالص، ولكن دلوقتي في أجهزة فيها تبريد والدنيا بتتطور، وأصلا تقدري تستخدمي مسكن معاه زي بريدوكاين رش أو كريم موضعي. فالموضوع لا، الموضوع فيه حلول ياما أوي. عيوبه اللي برضو كتيرة جدا. أول حاجة غالي أوي. الجسم مثلا، نقول الجسم كله، نتكلم عامة الجسم كله ممكن يحتاج من 12 ل16 ل18 جلسة. نقول 18 جلسة هنعمله 18 جلسة. لو نقول كل شهر هنعمل الجسم كله في مرة واحدة، محتاجين 3000 جنيه. فمتوسط البني ادم دخلي او دخلك اكيد مش اكيد
مثلا نقول 4000 جنيه، هل انا هقدر ان انا ادفع منهم 3000 جنيه واصرف باقي الشهر 1000؟ الموضوع يبقى صعب. يا اما انا هيبقى عندي الامكانيه ان انا اعمل منطقتين بس، اعمل بيكيني واندر ارم، المناطق دي حساسه، وبقيه الجسم استخدم اي وسيله تانية، لانه هيبقى مكلف ماديا جدا جدا. في حاجه المده بتاعته مش قليله، ان احنا بنستخدم مثلا اول مره مثلا كل يعني كل 3 اسابيع، بعد كده بيقل ممكن نقعدوا بتاع سنتين بنعمله ليزر. فانتوا متخيلين ان انتوا سنتين بتعملوا حاجه عشان مستنيين نتيجه؟ يعني مفيش نتيجه من اول مره، النتيجه هتظهر بس هتظهر خفيفه جدا وقليله جدا، مفيش نتيجه مرضيه غير بعد جلسات ياما قوي. فهو عايز وقت وعايز فلوس ومجهود، لان احنا معرضين للحرق، ده اشعه ليزر بتضرب في الجسم. تالت عيب معايا او رابع عيب تقريبا، ان هو مش مناسب لكل انواع البشرة للأسف. هو بيناسب البشرات القمحوية البيضة قوي اللي الشعر بالنسبة لها لونها اشقر، الجهاز للأسف مش بيلقطه، هتبقى معرضة للحرق. البشرات السمراء قوي السودانية جدا النوبية قوي دي لا، مش هتنفع معاها، لان برضو الجهاز مش هيعرف يفرق هل دي لون الشعرايه ولا ده جسمك، فبرضو هيحرقك. نفس الفكره زي ما قلنا البشره البيضاء الشعر هيبقى فاتح قوي لدرجه ان الجهاز مش عارف يلقطه، فهيحرقك برضو. فده برضو عيب من العيوب. ان هو اول ما نبقوا حوامل ظراف لطاف مستنيين بيبي، الهرمونات كلها بتتغير في الجسم طبعا، فللاسف الشعر بيرجع تاني. اول طبعا ما الولاده بتخلص والهرمونات بتتظبط تقريبا بعدها بشهرين مثلا، هنعمله جلستين ريتاتش كده، كل حاجه هترجع تاني. بس انتوا متخيلين من فتره الحمل والتعب والارهاق دي هتبقى الهرمونات متغيره والشعر للاسف طلع. فانا حاولت كده في الفيديو ده ان انا الم لكم كل مميزات وعيوب كل الطرق، اتمنى ان تبقوا استفدتوا، تبقوا عرفتوا وجهه نظري ووجهه نظر الدنيا كلها في كل طريقه منهم. انا زي ما قلت لكم اكتر طريقه مناسبه ليا هي الشمع. انا بحب استخدم الجهاز اللي انا هحط لكم صورته هنا، جربوا وقولوا لي ايه استفساراتكم، انا هبقى معاكم في الكومنتات. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب حلو للقناه، تقولوا لي رايكم في الفيديو تحت في الكومنتات. تابعوني على الفيس وعلى الانستا وكمان على التيك توك، يوميات مريم ومريم سلام. باي باي.